السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أعدائهم أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الوجه الآخر لعائشة. هذا الوجه الآخر ما كنا نعرفه قبل أن نتشيع، فقط كنا نعرف أن عائشة زوجة رسول الله، العفاف الرزان التي لا تكذب ولا تنافق، بل حبيبة رسول الله. هل كنا نقرأ مثلا ونفتح الكتب ونبحث عن سيرة عائشة الحقيقية؟ أبدا، فقط كنا نجلس أمام التلفاز ونستمع إلى الشيوخ، ومن بينهم الشيخ محمد حسان الذي اشتهر شهرة كبيرة في الماضي، فكان يقول: عائشة أم المؤمنين الطاهرة العفاف الرزان التي تربت وترعرعت في بيت النبوة، ونحن نردد وراءه: رضي الله عنها رضي الله عنها. وأي شيء أو حديث كان يقوله الشيخ كنا نقول أنه صحيح، ومستحيل أن تناقش أو تشك في كلامه. كيف تناقش؟ إنه شيخ ويظهر في التلفاز. أما بعد التشيع الأمر اختلف تماما، فقدنا الثقة بهؤلاء الشيوخ وتبين أنهم مجموعة من الكذبة والجهلة والمنافقين. فما هو السبب؟ السبب هي الكتب. تفتح الكتب وتقرأ بدون تعصب، تصطدم من الحقائق الموجودة والتي لا تقال لنا من قبل هؤلاء الكهنة. في يوم من الأيام وأنا أشاهد أحد كهنة أهل الغدر والنفاق وهو صفوة حجازي، كان جالسا في الاستوديو مع بعض شيوخه، وكان يحكي لهم حديث أن رسول الله كان جالسا مع ضيوفه وهم الصحابة ينتظرون الطعام، ثم قال: وفجأة دخلت عليهم عائشة متزرة وضربت قصعة الطعام وتناثر الطعام أمام أعين رسول الله والصحابة، وثم قال رسول الله للصحابة: كلوا غارت أمكم. ثم بدأ الشيخ يضحك وأنه لم يحدث شيء، وأنا كنت أتعجب: عجيب، لماذا يضحكون؟ هل ما فعلت عائشة شيء يضحك؟ فقال صفوة حجازي لشيوخه: لو زوجتي فعلت ما فعلت عائشة لجعلت أبوها يطلق أمها. ثم بدأوا يضحكون. عجيب، هل توجد امرأة محترمة تحترم الضيوف وتحترم زوجها تفعل ما فعلت عائشة؟ تكسر الطعام أمام رسول الله؟ هل هذه غيرة؟ هل هذا احترام لنعمة الله؟ من منكم يرضى بهذا الفعل من زوجته؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله قبل أن نتشيع كنا نقرأ الحديث ونمر عليه مرور الكرام، ولكن بعد التشيع أصبحت أقرأ نفس الحديث وأنصدم منه. كيف كنا مغيبين؟ كنا نقرأ ولا نعرف ما نقرأ، والسبب أنه كانت عندنا القاعدة الذهبية والتي لا نقاش فيها، وهي أن عائشة والصحابة كلهم عدول وكلهم رضي الله عنهم. فأنت تقرأ حديث يذم بعض الصحابة، مباشرة تأتيك القاعدة الذهبية، وهي أنهم عدول مستحيل يصدر منهم أي شيء. وإذا بحثت في سيرتهم تجد أنهم سبوا بعضهم، كفروا بعضهم، قتلوا بعضهم، ومع هذا فهم عدول وكلهم في الجنة. والله لا يتبع دين أهل الغدر والنفاق إلا من يسفه عقله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. المهم، اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله سنرى الوجه الآخر لعائشة، وهي أنها كانت تبغض سيد المسلمين ويعسوب الدين الكرار غير فرار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بل لا فقط كانت تبغضه، بل ما كانت تطيق ذكر اسمه. وكل هذا من كتب القوم، لا دخل لي بكتب الشيعة وما يقوله الشيعة عن عائشة. شاهدوا معي هذا المصدر: مسند أحمد بن حنبل في الجزء 41 صفحة 322، حديث 24820، عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي عليه السلام وفي عمار عند عائشة. رجل وقع في علي وعمار كما كان يقع معاوية في علي، ومع هذا يترضون عنه. عجيب هذا الدين. المهم، هذا الرجل وقع في علي عند عائشة، فماذا قالت عائشة لهذا الرجل الذي وقع في علي وفي عمار؟ نكمل. فقالت: أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا. عجيب، رجل يقع في رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، تقول عائشة لهذا الرجل: أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا. لماذا؟ لماذا لم تدافع عائشة عن علي عليه السلام؟ وماذا عن عمار؟ دعونا نرجع. وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يخير بين أمرين إلا اختار أشدهما. إسناده صحيح على شرط مسلم. عجيب، دافعت عن عمار وذكرت فضيلة له من قبل رسول الله، ولم تذكر ولا فضيلة واحدة لعلي، ولم تدافع عنه أمام هذا الرجل الذي وقع فيه. هل عائشة ما كانت تعلم فضائل علي عليه السلام؟ لماذا لم تقل أي شيء؟ شاهدوا معي هذا المصدر: تاريخ الخلفاء للسيوطي، صفحة 169. قال أحمد بن حنبل: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الفضائل ما ورد لعلي عليه السلام. أخرجه الحاكم. وفي المقابل نجد أن عائشة لم تذكر ولا فضيلة واحدة تسكت بها هذا المنافق الذي وقع في علي عليه السلام. لماذا لم تنصر عليا؟ شاهدوا معي هذا المصدر: صحيح الأدب المفرد للبخاري بقلم محمد ناصر الدين الألباني،
صفحة 272. عن ابن أم عبد بن مسعود قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله في الدنيا والآخرة شرا. فلماذا عائشة لم تنصر عليا؟ لماذا لم تقل ولا فضيلة واحدة في حقه لتسكت بها هذا الرجل المنافق الذي وقع فيه؟ دعونا نذهب إلى السيدة ميمونة ونرى ماذا قالت حين ذكر عندها علي عليه السلام. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي في الجزء التاسع صفحة 129. وعن جرى بن سمرة قال: لما كان من أهل البصرة الذي كان بينهم وبين علي بن أبي طالب انطلقت حتى أتيت المدينة، فأتيت ميمونة بنت الحارث وهي من بني هلال، فسلمت عليها فقالت: من الرجل؟ قلت: من أهل العراق. قالت: من أي العراق؟ قلت: من أهل الكوفة. قالت: من أي أهل الكوفة؟ قلت: من بني عامر. قالت: مرحبا قربا على قرب ورحبا على رحب، فمجيء ما جاء بك. قلت: كان بين علي وطلحة الذي كان، فأقبلت فبايعت عليا. قالت: فالحق به فوالله ما ضل ولا ضل به، حتى قالتها ثلاثا. شاهدتم ماذا قالت؟ قالت: فالحق به فوالله ما ضل ولا ضل به. يقول: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. رضوان الله على السيدة الطاهرة أم المؤمنين ميمونة قالت: فالحق به فوالله ما ضل ولا ضل به. وهذا الرجل لم يقع في علي، فقط قال لها أنه بايع عليا. أما الرجل الذي كان عند عائشة وقع في علي عليه السلام، ومع هذا لم تقل أي شيء في علي عليه السلام ولم تدافع عنه. فما هو السبب الذي جعل عائشة لا تقول أي شيء في حق علي عليه السلام؟ الجواب أنها ما كانت تطيق ذكر حتى اسمه. شاهدوا معي مسند أحمد بن حنبل في الجزء 43 صفحة 86. قالت عائشة: أول من شكى رسول الله صلى الله عليه وآله في بيت ميمونة، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له. قالت: فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد على رجل آخر. ذكرت عباس ولم تذكر الرجل الآخر، وهو يخط برجليه في الأرض. قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. فلماذا لم تسميه عائشة؟ يكمل ويقول: ولكن عائشة لا تطيب له نفسا. إسناده صحيح على شرط الشيخين. لماذا لا تطيب له نفسا؟ لماذا أحمد بن حنبل لم يكمل الرواية وبترها؟ تعالوا نشاهد تكملة الرواية من مصنف عبد الرزاق. المصنف عبد الرزاق الصنعاني في المجلد الخامس صفحة 79. نفس السند ونفس الرواية. قالت عائشة: أول من اشتكى رسول الله في بيت ميمونة إلى أن تقول: فقال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي بن أبي طالب. ولكن عائشة لا تطيب لها نفسا بخير. لا تطيب لها نفسا بخير لعلي بن أبي طالب عليه السلام. الله أكبر. عائشة لا تطيب لها نفسا بخير لعلي عليه السلام. لا تريد الخير لعلي، يعني تريد له الشر. لا تطيق حتى ذكر اسمه. لهذا عندما سمعت الرجل يقع في علي أمامها لم تقل له أي شيء. إذا النتيجة الأولى أن عائشة لا تحب عليا ولا تطيب لها نفسا بخير. الآن تعالوا نطبق على عائشة حديث رسول الله. صحيح مسلم. قال علي عليه السلام: والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إذا النتيجة الثانية أن عائشة منافقة، لأنه قد ثبت بالدليل الصحيح ومن كتبكم أنها لا تحب عليا، تريد له الشر ولا تطيق حتى ذكر اسمه، وبهذا تكون منافقة. فأين مكان المنافق؟ إليكم الجواب من كتاب الله. سورة النساء يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذا النتيجة الثالثة والأخيرة أن عائشة في الدرك الأسفل من النار. هل أنا من يقول هذا الكلام؟ حاشا لله، أنا لا دخل لي. هل أتيت بشيء من عندي؟ أبدا. هل أخرجت كتب شيعية؟ أبدا. هل سببت أحدا؟ أبدا. والآن حين يشاهد أهل الغدر والنفاق هذه الحلقة سيكتبون في التعليقات ويقولون: أنت تسب أم المؤمنين، أنت تسب عرض رسول الله، أنت سباب الصحابة. عجيب. أقول لهؤلاء: تعبنا من هذه الأسطوانة، فنحن في عام التكنولوجيا والإنترنت. ابحثوا عن أسطوانة جديدة تضحك بها على القطيع أتباعكم، فأنا هنا أطرح أدلة من كتبكم. إذا كنتم ترون هذا سبا فأول من يسب هي كتبكم، فأحرقوا هذه الكتب وأصبحوا ملحدين أفضل لكم. والسلام عليكم.